دي رسالة جايالي من 12 ساعة، ودي رسالة تانية جايالي من 3 ساعات. لو جيت سألتك أنه فيهم شكله احترافي أكتر وشكله جذاب، هتقول إيه؟ أكيد بلا شك كاب كات. الرسالة نفسها بتدي مصداقية كده للشركة، بتحس إن هي شركة كبيرة اللي بعتالك. وده بالظبط اللي بيحسه العميل بتاعك لما تيجي تسوق له الدومين. أكيد لما تيجي تبعت له رسالة ويكون ده شكلها، هيكون أفضل بكتير وهتلفت نظره أكتر لما تكون الرسالة بالشكل ده. وهو ده بالظبط اللي هنتعلم نعمله النهارده وبشكل مجاني تمام، ومش بس مجاني، لا هو كمان تلقائي. فتعال نشوف مع بعض خدمة هوستنجر الجديدة للتسويق عبر البريد الإلكتروني. هتفتح هوستنجر عادي جدا، وهسيب لك لينك الخدمة موجود في وصف الفيديو. هتدوس على التسويق عبر البريد الإلكتروني، هيفتح لك صفحة تانية وهنلاقيها ظهرت بالشكل ده. مبدئيا بتحتاج تربط دومين عشان الرسائل اللي توصل منك تبقى جاية من دومين موثوق، ما تبقاش مثلا من جيميل أو من ياهو ولا الكلام ده كله. لا، هيبقى دومين باسمك انت. مثلا حتى لو معكش دومين، ممكن تربط الدومين اللي انت اصلا بتسوقه. طبعا انت كواحد شغال في الدومينات عارف ازاي تربط الدومين، فدي مش هنشرحها. تمام. هنا هتدوس على خصص مظهر علامتك التجارية عشان تشوف الدومين بتاع أو الرسالة بتاعتك شكلها هيبقى ظاهر عامل ازاي لما توصل للعميل. هنا هتبقى ظاهرة رسالة بالشكل ده. خلينا نحط لوجو. لما نحط لوجو، أنا هحط صورتي مثلا، هتلاقيها ظهرت بالشكل ده. يعني انت مثلا هنا ممكن تعمل لوجو ليك بأسهل طريقة. ممكن تعمل من شات جي بي تي تقول له عايز اعمل لوجو لموقع تسويق دومينات او لدومين اسمه كذا. تمام. بتلاقي اللوجو بتاعك ظاهر هنا، والتضييفة دي اللي هي العنوان الرئيسي يعني. وهنا هتلاقي محتوى الرسالة، ده شكل الرسالة اللي انت هتبعتها في الاخر. طيب عايزين نعدل على الالوان. من هنا كده هتعمل اللون اللي انت عايزه. مثلا هنا لون الخصم، بتعمل العناوين الرئيسية، الخصم والترويج كله يعني الكلام غير الأزرار. هنا لون الزر، تعمل اللون اللي انت عايزه، وهكذا. لون الرابط، لون الخلفية، ممكن تعمل خلفية أصلا زي سودا، مثلا زي بيتش سودا، تعملها مثلا بلون زي كده زي كات كات، وتحط ايه الكلام فوقيها. تمام. نرجع نشوف باقي الحاجات. نرجع هنا. ماشي. عندنا ايه؟ عندنا انشئ قائمة البريد الالكتروني الخاصة بيك. هنا كل الايميلات اللي انت مجمعها هتحطها هنا في اضافة جهات الاتصال، عشان تبقى تبعت لهم بعد كده من هنا من الحملات او بالاتمتة، اللي هو بشكل تلقائي يعني. تمام. اخر حاجة انشاء قالب، ودي ميزة قوية جدا جدا. هنا انت مش محتاج بقى تخصص شكل ولا الكلام ده كله. انت هتدوس على انشاء قالب، وبعدين هتخلي الاي اي يعمل لك قالب لرسائلك يتبعت منها الرسائل كلها بعد كده. هنا مثلا هو بيقول لك ايه، انت عايز الايميل اللي هتبعته يبقى نشرة اخبارية وترحيبية، ولا محتوى تعليمي، ولا العروض الترويجية والمبيعات. هتدوس العروض الترويجية والمبيعات. هنا بيقول لك اكتب بريدا الكترونيا ترويجيا حول تخفيض عرضك. انت هنا بتديله برومبت اللي هو يعمل بيها الشكل. طب خلينا نعمل ايه، نعمل بريد الكتروني اعتقد، نعمل بريد الكتروني العود طبيعة الجملات كمالية. وهو ظهر شكل طبعا مميز جدا جدا ان هو يبقى في رسالة. يعني تخيل الفرق بين انك تبعت رسالة شكلها عامل كده، فيها مثلا دوميناتك اللي انت عارضها وتصفح الدومينات. ممكن مثلا تصفح الدومينات دي تخليها صفحتك على اي موقع عرض دومينات. ودي دومينات مباشرة ودومينات المميزة. وهنا ليه تختار؟ طبعا لو هتبعت عملاء اجانب يعني تخلي الرسالة انجليزي. تمام. شوف انت بس الفرق بين الرسالة لما تبقى تتبعت كده وبين الشكل ده، فرق كبير جدا. فرق كبير جدا، ودي حاجة ممكن تشوفها صغيرة لكن بتفرق جدا جدا مع العملاء. هنا كمان عندك وضع التحرير، انك ممكن تعدل في اي قسم من دول، ويبقى عندك رسالة جاهزة. يعني هو تخليه يعمل لك القالب ده، وتكتب له حتى الدومينات بتاعتك وعروضك في الشات هنا، وهو يعمل لك الرسالة جاهزة بحيث تبقى ايه، ما تبذلش وقت كبير في التحرير يعني، او في كتابة الرسالة نفسها. وهنا على طول تدوس انشاء حملة لو انت حاطط طبعا ايميلات العملاء، وتبعت للعملاء بتوعك. بس كده الموضوع بسيط جدا. بس عايزين نشوف حاجة الاول. نشوف هنا شكل الرسالة على الموبايل حلو، على الكمبيوتر حلو. طيب
في حاجة مهمة لازم تعرفها، إن موضوع القالب ده أنت ليك 20 مرة بس. هو بيعمل لك القالب أو الرسالة بالشكل ده 20 مرة، وبعد كده أنت بتعملهم بقى إيه زي ما وريتك في الأول في النموذج اللي إحنا بنعمله في الأول. لو عايز أكتر طبعا من ال 20 بتشترك بقى معاهم أو بتشتري، غير كده هو معاك مجانا لمدة سنة كاملة. لو مش هتشتغل بالقالب زي ما قلت لك، يعني خلصت ال 20 رسالة، هتعمل إيه؟ تخصيص مظهر علامتك التجارية وبعدين تكتبها في الحملات بقى. عندك هنا كمان الأتمتة، انك ممكن تعمل رساله، يعني تجهز الرساله وتجهز الفولو اب بعديها. يعني مثلا تقول له هتبعت الرساله دي النهارده، وبعد 3 ايام هتبعت للعملاء اللي ما ردوش الرساله دي، وهكذا. لو وصلت لحد هنا دوس لايك واشترك في القناه واعمل كومنت، قول لي رايك في الفيديو، قول لي اقتراحاتك في الفيديوهات اللي جايه. الفتره الجايه هنعمل كورس جديد لتجاره المواقع، وهقول لك ازاي قدرت ان انا ابيع موقعين بس ب4 مليون جنيه مصري، وان الموضوع بسيط جدا. فتابعنا. سلام.